مشاهدينا الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله أبو كفاح. ولكن قبل النشرة إليكم التنويه الصادر من مكتب الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية. ننوه عناية المشاهدين والمستمعين بأن الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف يوم غد 12 من ربيع الأول، والذي يصادف 29 من أكتوبر، سيكون في المنازل بسبب إجراءات مكافحة وباء كورونا. وندعو الجميع لمتابعة البرنامج الخاص المنظم على شرف المناسبة بمشاركة محدودة من الأئمة والشيوخ بدءا من الساعة 9 صباحا عبر الفضائية الإريترية وإذاعة صوت الجماهير وإذاعتي زارا ونوما. مكتب الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية. وبالعودة إلى نشرة الأخبار، إليكم أبرز العناوين. استمرار حملة إبادة الجراد في الإقليم الجنوبي. ارتفاع نسبة الولادة في المؤسسات الصحية بمنطقة بقو. تقديم الدعم للمحتاجين في سرجقة وعرزة. قصف جديد يسقط المزيد من القتلى في الصراع على ناغورنو كاراباخ. ميركل تريد فرض إغلاق جزئي واتخاذ تدابير جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا. واحتجاجات وعمليات نهب في فيلادلفيا الأمريكية قضت مقتل رجل أسود. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تستمر في الإقليم الجنوبي حملة إبادة أسراب الجراد المنتقلة من أثيوبيا إلى مديريات الإقليم الجنوبي بتضافر جهود السكان وقوات الدفاع والإدارات وخبراء الزراعة. وأوضحت إدارة الإقليم بظهور أسراب الجراد في 19 موقعا خلال الفترة من 20 وحتى 27 من أكتوبر بمديريات دباروا ومندفرة وعد خالة وابن حيلي وسنعفي وعد قيح. وقد تم السيطرة عليها برش المبيدات دون إحداثها أضرار تذكر بالمزارع والمراعي. وأشارت الإدارة إلى ظهور أسراب الجراد المنتقل باستمرار من أثيوبيا منذ منتصف هذا الشهر في مديريتي تسارونا وماعيني، وتجرى أنشطة متواصلة لإبادتها بمعدات الرش الآلية المحمولة على السيارات. وقد جرت أنشطة رش المبيدات لإبادة أسراب الجراد التي غطت مساحة أكثر من 5000 هكتار في الإقليم الجنوبي عامة. وذكرت إدارة الإقليم الجنوبي بأن المعلومات العاجلة التي يقدمها المواطنون ومشاركتهم الفاعلة في أنشطة الإبادة إلى جانب جهود أعضاء قوات الدفاع وخبراء الزراعة ساهمت كثيرا في الإنجاز الذي تحقق. وأشادت الإدارة بكافة الجهات المشاركة في مكافحة أسراب الجراد، داعية المزارعين لعدم الابتعاد عن مزارعهم وتكثيف أعمال المتابعة والمراقبة. ارتفعت نسبة الولادة بالمؤسسات الصحية في ضاحية بقو بمديرية حقات بنسبة 42% مقارنة مع العام الماضي، كما ارتفعت نسبة رعاية الأمومة والطفولة بنسبة 13%. وأوضح مسؤول عيادة بقو الممرض عين آلم زل آلم بأن الإنجاز الذي تحقق هو نتاج جهود التوعية المكثفة، مشيرا إلى إجراء الصيانة الأساسية في مبنى العيادة بتعاون الإدارات والسكان. وذكر بأن جهود مكافحة الملاريا أثمرت في انخفاض الإصابة بالمرض، فضلا عن إدخال برامج إصحاح البيئة في قرى الضاحية. هذا وتخدم عيادة بقو 11 قرية في الضاحية وبعض قرى مديرية عيلة برعي. تم تبرع هذا الأسبوع بأكثر من 100,000 نقفة على المستوى الفردي والجماعي والمؤسسات لتنمية صندوق مكافحة وباء كورونا. وأفادت وزارة الصحة بأن عمال قسم السياحة في إقليم القاش بركة تبرعوا ب 35,983 نقفة، وجمعية ناس النت في بلدة كوعاتيت بمديرية ماعيني ب 9,979 نقفة، وعمال إدارات مديرية ابن حيلي ب 8,032 نقفة، وروضة الكنيسة الإنجيلية اللوثرية ب 7,849 نقفة، وعمال إدارة مديرية ماعيني ب 7,222 نقفة، وفندق كابال انترناشونال ب 2,369 نقفة. وتبرعت جمعية بعل مريم أسمرة ومرحانو ب 3,000 نقفة، وفندق الدخلاء ب 2,000 نقفة، وورشة السيد عقبار أيال مشتقات الأسمنت والحديد ب 2,000 نقفة، وجمعية قدوس ميكائيل بركيتو ب 1500 نقفة، وجمعية قدوس ميكائيل أزايحة ب 1500 نقفة، وجمعية قدوس ميكائيل سارونا ب 1000 نقفة، ودكان حداس بلاي ب 1000 نقفة. كما تبرعت جمعية كدان مهرت ب 1000 نقفة، وكنيسة مدهاني ألم فورتو ب 1977 نقفة،
وجمعية مريم تيون عد حاوية مراغوز ب1000 نقفة، وجمعية أبوني أرقاوي جرحي ب1000 نقفة، ومطعم تشم أرأيا عد سقدو ب2000 نقفة، ومتجر فينوس لصيانة الأدوات الكهربائية والإلكترونية ب1000 نقفة، وجمعية سمرة للشاحنات 2000 نقفة. وفي ذات السياق تبرعت طاحونة أمهاتسيون في مايعيني ب2979 نقفة، ومتجر اف ام كوليكشن ب1500 نقفة. قدم حوالي نصف مليون نقفة لأسر الشهداء والأسر الراعية للمعاقين في مديريتي سرجقة بالإقليم الأوسط وعرزة بالإقليم الجنوبي، فقد وزع أكثر من 400 ألف نقفة للمحتاجين في ضاحية وكي بمديرية سرجقة. كما قدم عمال المؤسسات الحكومية في مديرية عرزة 83 ألف نقفة، وجهات أخرى 15500 نقفة لأسر الشهداء. وأفادت السفارة الإريترية في بريطانيا وشمال أيرلندا بأن مجموعة البالاتوك إريتريان يونيتي وورلد وايد APLF 1 قدمت مبلغ 3761 يورو لأسر الشهداء. تجدر الإشارة إلى أن الدعم المقدم للمحتاجين في مختلف مناطق البلاد يعكس التعاون والتكافل في أوساط الشعب الإريتري. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بقتل المدنيين عن طريق قصف المدن في إقليم ناغورنو كاراباخ والمناطق المحيطة به في تصعيد للقتال المستمر منذ شهر، والذي لم يتوقف رغم 3 اتفاقات على وقف إطلاق النار. وقالت أذربيجان أن 14 شخصا قد قتلوا في قصف لبلدة باردة شمال شرقي ناغورنو كاراباخ. وقال مسؤولون مدعومون من أرمينيا في الإقليم أن قصف أذربيجان لأكبر مدينتين بالمنطقة أسفر عن مقتل شخص واحد. وقال جهاز الطوارئ والإنقاذ في ناغورنو كاراباخ أن القصف طال خانكندي أكبر مدن الإقليم، وأضاف أن مدنيا قتل في قصف آخر على مدينة شوشا الواقعة على مسافة 15 كيلومترا باتجاه الجنوب. في غضون ذلك، أكدت وزارة الدفاع الأرمينية سيطرة أذربيجان على بلدة غوبادلي الواقعة بين الإقليم والحدود الإيرانية في مكسب عسكري يمكن أن يعيق التوصل إلى حل دبلوماسي. دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إغلاق جزئي للبلاد بعد أن وصلت عدد الإصابات المسجلة في ألمانيا إلى مستوى قياسي بحسب إفادات معهد روبرت كوخ. وسجل المعهد بوكالة مكافحة الأمراض في ألمانيا حوالي 15 ألف إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية تفشي كوفيد-19 إلى حوالي 450 ألف حالة إصابة. وتلتقي ميركل مع حكام الولايات ال16 الألمانية لمطالبتهم باتخاذ تدابير جديدة للحد من الإصابات بحسب مسؤول حكومي. وأمام ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا والضغط الكبير الذي تشهده المستشفيات، دعا المختصون في علم الفيروسات السلطات إلى إعادة فرض إغلاق شامل للحد من انتشار المرض في البلاد. وينظر مجلس الدفاع الفرنسي برئاسة إيمانويل ماكرون في 3 اقتراحات تتعلق بإمكانية فرض إغلاق شبه كامل في المدن والمناطق التي تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا على قرار باريس وليون وسان إيتيان. شهدت مدينة فيلادلفيا الأمريكية ليلة جديدة من التظاهرات تخللتها توقيفات وعمليات نهب قضت مقتل رجل أسود على يد الشرطة. وأظهرت مشاهد التقطت من مروحية مخربين يفرقون متجر ألبسة رياضية ومحلا آخر. كما أظهرت مقاطع فيديو صورتها وسائل إعلام محلية أنها بمتجر أقذية كبير في شمال المدينة. وتفرق الحشد، لكن مجموعات صغيرة تضم كل منها حوالي 100 شخص انتشرت في الحي، فأحرق بعضهم نفايات وقطع إثاث نقلوها إلى وسط الطريق. وفي عدة أماكن تدخلت الشرطة من دون إنذار مسبق لتفريق المجموعات الصغيرة مستخدمة أحيانا الهروات، كما أوقفت عددا من الأشخاص. وللحفاظ على النظام في هذه المدينة التي باتت إحدى ساحات المعارك الانتخابية الرئيسية بين الجمهوريين والديمقراطيين، استدعت رئاسة البلدية الحرس الوطني.
في الخبر الأخير أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضربات الروسية التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من المقاتلين الموالين لأنقرة في سوريا، متهما موسكو بأنها لا تريد سلاما دائما في هذا البلد الذي يدمره النزاع. وقال أردوغان في خطاب أنقرة أن مهاجمة روسيا لمركز تدريب للجيش الوطني السوري في منطقة إدلب هو مؤشر إلى أن سلاما واستقرارا دائمين غير مرغوب فيهما، وهو أول رد فعل تركي على الضربات الروسية التي استهدفت معسكرا تدريبيا لجماعة فيلق الشام المتحالفة مع أنقرة شمال غرب إدلب، مما أدى إلى مقتل 78 من مقاتليه وجرح أكثر من 90 آخرين قرب الحدود التركية. وهذا التصعيد هو الأكثر دموية منذ 8 أشهر في منطقة إدلب، آخر معقل كبير للمتمردين في سوريا لا يزال جزء منها خارج سيطرة دمشق التي تعد موسكو حليفتها الرئيسية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.